في فيديو النهاردة هقولكم على كل أسرار طاجن الرز المعمر الفلاحي بالقشطة وازاي يطلع معاكي زي المطاعم وأحلى كمان، وهقولكم على سر الرز اللي بيكون طعمه كده شارب من اللبن والقشطة وفي نفس الوقت بيكون مفلفل وخطير، وأي حد هياكله عندك مش هيصدق إن انتي عاملاه في البيت على ضمانتي. قبل ما نبدأ وصفتنا، أنا ريهام للي معيرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. معانا كوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا، هنحط عليه رشة من الملح ونص كوباية من السكر، والسكر زي ما تحبوا، يعني حابة تزودي حابة تقللي اللي يريحك. وهنا هنحط 3 معالق كبار من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة متوفر عندك، وعليهم معلقتين صغيرين من الزيت، والزيت هنا هيخلي الرز بتاعنا مفلفل وخطير، ومعلقة كبيرة من القشطة، ونبتدي نقلبهم كويس جدا لحد ما الرز بتاعنا يتغلف بالسمنة والزيت. الخطوة دي مهمة جدا، نغلف الرز بتاعنا كده كويس ويشرب من السمنة والزيت بتاعتنا. واحنا بقى بنقلب الرز كده يكون اللبن بتاعنا يغلي على النار، واللبن بتاعنا مهم جدا يكون من عند اللبان أو الست اللي هي الفلاحة اللي بنشتري منها الجبنة القريش، تمام، عشان هيفرق جدا في طعم طاجن الرز بتاعنا. ما تجيبيش اللبن المعلب، لكن لو انتي عايشة برا، لو حد عايش برا فمش مشكلة يستخدم المعلب ويضيفله قشطة. أنا استخدمت الطاجن الكبير ده، هضيفله كده كمية من الرز، واستخدمت كمان طاجن وسط معاه. تقدري تقسمي الكمية على 3 طواجن وسط أو 4 صغيرين، أو تعمليه في صينية زي ما تحبي. هنوزعه كده في الطاجن كويس، وهوريكم الطاجن التاني اللي استخدمته. ضروري اللبن بتاعنا ينزل على الرز وهو سخن، ما نحطش اللبن بارد خالص يا جماعة. هنا هو اللبن بتاعنا بعد ما غلي على النار، هننزل بيه بقى على الرز، وما نملاش الطاجن للآخر عشان ما يفورش معانا في الفرن ويبهدل الدنيا. نوزع اللبن كده بالتساوي يعني على الطاجنين، وبعدين نقلب بقى، هنقلب الرز بتاعنا في اللبن كويس. وهنيجي بقى لأهم خطوة اللي هتخلي معانا الرز كريمي وطعمه غني قوي وشارب من اللبن والقشطة، وهي إننا